وبعدها يعمد إلى صلاة الضحى وينطلق إلى عمله. بورك لأمتي في بكورها. فتراه إذا دخل إلى حانوته إلى محله سارع إلى قرآنه، فله قرآن يحتفظ به، يقرأ شيئا من القرآن يستفتح به هذا اليوم وهو يدعو: اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن طهرته فبارك لي فيه يا رب العالمين. فتراه وقد جاء إليه الزبون فاشترى من عنده، فأراد أن يشتري شيئا آخر، يقول له: اكتفيت، انظر إلى جاري. هنا الميثاق: انظر إلى جاري، فإنه لم يستفتح إلى الآن. وكانت لديهم عادة يضعون بعض الكراسي على باب الحانوت المحل، فإذا جاء الزبون قاموا وأدخلوا الكرسي، فعرف الجيران أنه قد استفتح. يا سلام، إيثار جميل. يا سلام. عندما تنظر إلى التاجر وقد وضع نصب عينيه غرفة تجارة أهل الله، قبل أن تكون غرفة تجارة مدينة دمشق أو ريف دمشق، غرفة تجارة أهل الله. كيف ذلك؟ عندما جاءت القافلة إلى المدينة في سنة اشتد فيها القحط على المسلمين،